يا السلام الله عليكم ورحمة الله فرج وبركاته. همي ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ويسر يا رب تكونوا أمري بخير وبأحسن حال. واقض لي تعالوا نسمي الله حوائجي. ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعمل شوية كباب بيت النهاردة هتاكلوا صوابعكم وراه. معانا كيلو لحمة مفرومة وبصلتين وجرنين فلفل، واحد أحمر وواحد أخضر، شوية خضار، فصين توم. ما كانوا مطحونين عندي بس عشان كده أنا ما صورتهم لكمش. وشوية توابل 7 حبات فلفل أسمر وملح. وتعالوا بينا نعمل أحلى شوية صوابع كباب. عايزة تشوفهم بقى على السيخ على الفحم، عايزة تعمليهم على الصاج في الفرن، زي ما انت حابة. ده السيخ بتاع الشواية انا بعملت عليه، ولو ما عندك السيخ ولا متوفر عندك هتعملي معاكي على قلم، على عصاية شيش طاووق. لو حاجة بلاستيك عندك هتغسلها حلو في المطبخ وهتعملي عليه. معاكي الطريقة دي او دي، ما تحيرنيش نفسك، الموجود هتعملي بيه. هتطيبيهم في الفرن على البوتاجاز وياخدوا لون عادي، وهتلفيها بسلوفان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ما تنسوش يا حبايبي لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك بالقناه. برصه في الصينيه يا حبايبي، بعمله في الفرن او هتعمليه على البوتاجاز وياخد لون في الفرن بتاع البوتاجاز على الشوايه، زي ما انت حابه. المتوفر عندك ممكن تعمليه باسهل طريقه عشان ما نصعبش العمل على نفسنا. هتقطعوا معاه شويه بصل، هتحطي معاه طماطم، فلفل، المتوفر عندك اعمليه. مش لازم يعني نعمله ما فيش حاجه يبقى نقفوا عليها، لا المتوفر عندك هتعمليه. ولو حبيتي تعمليه كده خالص من غير اي حاجه هتعمليه. دلوقتي انا خلصت يا حبايبي وهحطه في الفرن، هياخد لون، هيطيب وهياخد لون وهنطلعه. ما بيبش في الطياب، هي اسرع اكله. لو متوفره عندك هتعملي على طول. طبعا يا حبايبي البصله اللي انا حطاها دي بتتاكل قبل الكباب من حلاوتها وطعمتها. طبعا خلصنا البصل وظبطناه كده وحطينا الفرن، كنا جاتحين فرننا وزجتها في الفرن. هو تقريبا 10 دقايق او ربع ساعه بكتير، ما بتاخدش معاك طياب يعني. وجاني يا حبايبي اللي حابه تاكلها بقى بطحينه، سلطه طحينه وسلطه خضراء وشيبسي والحاجات دي كلها. انا طلعته من الفرن وده لونه طيب وما شاء الله عليه. بألف هنا وشفا للي حياكم. زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده خدت لون والبصله طابت. وده كان غدانا النهارده، حاجه خفيفه وبسيطه كده. نهاية الكلام، صلى على سيدنا محمد خير الأنام. تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك بالقناة فضلا وليس أمرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في أمان الله.